موضوع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي. الحقيقه الموضوع بوخ وبقى دمه تقيل وطول وبقى رزل زياده عن اللازم. يعني قصه انه كهربا كان لعيب في نادي الزمالك، ساب الزمالك انتقل الى نادي برتغالي اسمه الافيش، قعد شويه وبعدين جه من الافيش على النادي الاهلي. النادي الاهلي لعيب كان موجود، كهربا لعيب كويس اي حد يتمناه، انضم للنادي الاهلي. حصل مشكله ما بين نادي الزمالك وكهربا، والزمالك قدم شكوى، وبعدين الزمالك كسب الشكوى في المره الاولى في الفيفا، كسبها في المره الثانيه في الكاس، وخد حكم بغرامه 2 مليون دولار من زمن لما كان الدولار ب 15 جنيه. المهم الدنيا بدات تروح وتيجي وتروح، وشغلانه وحدوته، وكهربا يلعب والقضايا لحد ما تثبت الحكم بقى نهائي، وايقاف كهربا 6 شهور تنتهي في 11 يناير المقبل. النهارده صحينا على جواب جالي انا شخصيا، حصلت على نسخه منه، يعني انه الايقاف تم مده، وان الغرامه اذا ما اتدفعتش ايقاف كهربا هيستمر. ثم فجاه ظهر خطاب اخر مش هعرف اشرح لكم. والله موضوع الكهرباء ده بقى حاجه بايخه يا جماعه، واحنا مستنيين ني على الهادي يا زبادي يورينا اداؤه في الملعب، لان خلاص شبعنا كلام على قصه الكهرباء دي. ما تردش على كلاب بتحب. انا لسه منتهي منذ لحظات من رد حاسم وحازم، واخد بالك، لقصه الهارب كهربا. فمش عايزك تحرق دمك. ما هو كهربا كان عقده مزور مش كده؟ ولا شوبير نسي؟ وكهربا بالاسم ولا شبانه نسي؟ واخد بالك؟ حرقش دمك. فيديو خلص مبعوث عندك في القناه، بس انا فضلت ان احنا نذيعه بعد ماتش الاسماعيلي ان شاء الله، وهو درس قاسي لمحمود الخطيب. خد خبر يعني بس سعيد كده شويه بقى، لغايه ما يوم الخميس نذيع. مشكله لعبه انتهت وتنازل عن الشكوى بتاعته، وهو وغيره خدوا مستحقات. بس خلينا احنا شغالين. لكن في كارثه حصلت النهارده في النادي الاهلي، فريق 15 ولاد مرتبط انضربوا واتشتموا واتهانوا، والعيال الصيع اللي هناك يا خالد يا مرتجي اللي انا قابلتكم ازاي بقى في نادي الزمالك، شتموا مرتضى منصور وشتموا نادي الزمالك، وانت جاي لي الاسبوع الجاي. وربنا ما اسيبك، انت جاي لي الاسبوع الجاي.